هل الحد الأدنى الجديد للأجور يكفي المعيشة لو جاي تشتغل في تركيا؟ امبارح ارتفع الحد الأدنى من 22,000 ل 28,075 ليرة، وقبل ما يرتفع الحد الأدنى أصلا فعايز أقول لك إن كل الأسعار في تركيا ارتفعت، سواء أسعار الماركتات أو المواصلات أو حتى الإيجارات، كل حاجة أسعارها ارتفعت. فلو أنت جاي تشتغل في تركيا الراتب بتاعك هيكون أصلا في حدود 28,000 ل 33,000 في المتوسط. الأجانب هنا بياخدوا الحد الأدنى واعلى منه بحاجه بسيطه. فهل الراتب ده اصلا يكفي انك تعيش هنا في تركيا؟ لو جينا حسبنا مصاريفك اللي انت تصرفها، فلو طلعنا للسكن في حدود 5000 ليره لو سكن عليك في شقه في سرير في اسطنبول، بعدين الاكل والشرب مثلا في حدود من 10 ل 12000، مصاريفك الشخصيه في حدود 3 ل 4000، فهتقفل الموضوع كله على حدود 20000 ليره تركيا، فهيتبقى لك في حدود 10000 لو الراتب بتاعك 30000. فال 10000 دي بالمصري بتعمل لها في حدود 11000 او 11000 وشويه. فلو انت شغال في تركيا ربنا يرزقك ويوسع عليك، لو انت جاي تشتغل لسه جديد في تركيا فحاول انك تفكر فيها كمان شويه، تحاول تفكر فيها كويس، لان كمان الشغل هنا 12 ساعه مش حاجه سهله يعني، والشغل شويه لحد ما في حاجات يعني. عامة حبيت اقول لك بس الموضوع ده هيكفي للمعيشة ولا لا. الفيديو اللي جاي عن الشغلانات والرواتب بتاعتها، وهل الرواتب دي بتقدر تكفيك كمعيشة والموظفين وحاجات كتير. ما تنساش تحط لايك الفيديو وتتابعني. اشوفك في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.